حطي بقى الملوخية الناشفة مع المية واضربيهم في الكبة او في الخلاط، وهخليكي تحوليها الملوخية خضرة. بس في الاول هنسمي بالله ونصلي على الرسول، وتعالوا نشوف طريقتنا على طول. في الاول كده كان معايا كوباية من الملوخية الناشفة، حطيت عليها كوباية الا ربع من المية وضربتهم كده شوية، يعني دقيقة كده ولا حاجة. وبعد كده خلاص كده خلصنا اول مرحلة. شايفين بيبقى شكلها كده، بصوا زي الخضرة بالظبط، ما تختلفش عنها اي حاجة. جبت بقى معلقة صغيرة كده من السمنة، حطيتها في الحلة. بعد كده نزلت بفصين كده توم مهروسين، هبتدي ان انا احمرهم. بعد كده هديهم بس شوية من الكزبرة، هنقلب. وبعد كده على طول هننزل عليهم بحباية من الطماطم المبشورة. ما تستغربيش خالص، الطريقة جميلة جدا هتعجبك، بس لسه كمليها معايا. هنا دي طماطمية واحدة مبشورة بالشكل ده كده. هبتدي بقى اسيبها لحد ما تتسبك، هقلبها واسيبها تتسبك، واحط لها رشه صغيره من الفلفل الاسود بالشكل ده كده. هسيبلك بقى تطبيق مجاني بجيب افكار كتير من عليه، هتلاقيه في اول تعليق تحت الفيديو. حلو قوي يا بنات، حملوه عندكم اول مره بنت وبيبقى موجود معاكي من غير نت على طول. هنا بقى قلبت الطماطم بالشكل ده، خلاص هي كده اتسبكت. هنزل بقى بكوبايه من الشوربه، كوبايه صغيره مش كوبايه كبيره، وهنقلب كده. هسيبها بس تغلي، طبعا الشوربه فيها كل التوابل. بعد كده هنزل بالملوخية اللي احنا خفقناها في الكبة او في الخلاط، اي حاجة عندك تنفع. هتقلبيها كده، هتلاقيها مكتولة شوية، هتجيبي المضرب تفكيها بيه، مفيش اي مشكلة بالشكل ده كده. لو وصلتي معايا لحد هنا بقى، ياريتك تصلي على النبي، تسمي بالله وتصلي على الرسول، وكمان تقوليلي من اي بلد بتشوفيني، بتسعدني جدا كومنتاتكم وبحب ارد عليها واحد واحد كده يا حلوين. تمام، شلنا بقى الملوخية على جنب، جبنا معلقة من السمنة، هنسيب السمنة لحد ما تسخن. بعد كده هنزل عليها بمعلقة كبيرة من الثوم المهروس، عليه بس شوية من الملح. هقلبه بالشكل ده كده لحد ما ياخد لون. بس قبل ما ياخد اللون هننزل عليه بمعلقة من الكزبرة الناشفة، يعني اول ما يبتدي يتحمر ننزل بالكزبرة عشان الكزبرة ما تتحرقش معانا بالشكل ده كده. خلاص اتحمرت، ونطش بقى الملوخية. انا مش عايزاكي تتكلمي قبل ما تجربي الطريقة، يعني جربيها الاول وبعد كده تعالي قوليلي ايه رأيك. والله العظيم شوية ملوخية زي العسل، مسكرين وطعمين طعامة حلوة قوي. جربوها كده وتعالوا قولولي ايه رأيكم. حطي بقى جنبها شوية عيش بقى ناشف كده وشوية بتنجان مخلل، خطيرة. شفتوا ان هي ليها عرق كمان. بس كده، متنسوش بقى تعملوا لايك وشير. باي باي.